حياكم الله. في هذه الأيام المباركات الطيبات العشر ذي الحجة، سنة مهجورة للأسف الشديد، ويجهلها الكثير من الناس، ومن الناس من يخجل أن يجاهر بها. هذه السنة شوي السنة التكبير والتهليل والتحميد في أيام من عشر ذي الحجة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أيام مباركات، العمل الصالح فيها أحب إلى الله فيها من غيرها في مثل هذه الأيام، فأكثروا فيها من التحميد والتهليل والتكبير، أن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حتى كان الصحابة يجهرون بالتكبير في الأسواق وفي غيرها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بعض الناس بيحط أغاني وبيعلي الصوت أغاني وما بيخجل، يعني بيحط معصية وما بيخجل، ولكن إذا حط مثلا صوت تكبير على مكبر صوت تلاقيه بيخجل، أو إذا أراد أن يكبر بينه وبين يعني يعلي صوته ويرفع صوته فتلاقيه يخجل. لا حبيبي الله، لا تخجل، ارفع صوتك وجهر بالتكبير، واجعل التكبير يصدح في كل مكان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.